السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل التورتة التحفة دي، سهلة جدا وبسيطة وشكلها رقيق جدا زي ما انتم شايفين كده. هنعملها مع بعض من الألف للياء بخطوات سهلة جدا. لو انتي أول مرة تعملي تورتة ان شاء الله هتنفذيها بمنتهى البساطة. أول حاجة بدأت ان انا اعمل الكيكة الأسفنجية. انا هعمل التورتة بتاعت النهاردة الكيكة بالكاكاو. لو انتي حابة تعمليها بيضة هقولك ازاي اثناء ما احنا شغالين. اول حاجة عندي 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، حطيت عليهم معلقة كبيرة من الخل، نص معلقة صغيرة من الفانيليا، ونص كوباية من المية، كوباية من السكر العادي، وكمان بحط عندي كوبايتين الا ربع من الدقيق الابيض العادي، مش دقيق سبونش ولا حاجة، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وكمان بحط معلقة صغيرة مليانة من محسن الكيك الجيل. بشغل المضرب على المكونات دي على سرعة عالية لحد ما القوام يزيد ويكون تقيل شبه الكريمة كده، ويكون لونه فاتح زي ما هتشوفوه معايا. واخر حاجة بحطها هي نص كوباية من الكاكاو الخام، لو انتي عايزاها بالشوكولاتة او بالكاكاو، لكن لو انتي عايزاها بالفانيليا هتستغني خالص عن النص كوباية من الكاكاو دي، ومن البداية بدل كوبايتين الا ربع دقيق هتحطي كوبايتين كاملين. بحط الكاكاو في الاخر علشان بحس ان هو بيتقل العجينة شوية، مجرد بس ما ياخد لفة في المضرب مع بقية المكونات ويندمج بقفل المضرب على طول، ما بضربش كتير بعد ما بحط الكاكاو. بعد كده بجيب صينية مقاس 24، دهنها كده مسحة بسيطة من الزيت ورشة من الدقيق، وكمان حاطة فيها ورقة زبدة من تحت احتياطي، يعني لو مش متوفرة ورقة الزبدة مفيش مشكلة. في الوقت ده اول ما بدأت ان انا اعمل الكيكة الاسفنجية كنت مشغلة الفرن يسخن على درجة حرارة 180، من 180 ل 200 مش اكتر من كده على حسب الفرن بتاعك. حطيت الخليط بتاع الكيكة في الصينية وبعد كده بدخلها الفرن، اتأكد ان الفرن سخن كويس. بتقعد تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع مش اكتر من كده. بفتح عليها بعد نص ساعة بختبرها بخلة، لو استوت تمام، لو لسه بسيبها 10 دقايق او ربع ساعة كمان. هنا كان فات بالظبط ساعة الا ربع، خرجت من الفرن. طبعا دلوقتي سخنة جدا، ما بجيش جنبها، بسيبها لحد ما تبرد خالص، وبعد كده اخرجها من الصينية واشتغل فيها. على بال ما تبرد بجهز الكريمة. حطيت كوبايتين من الكريمة الخام، بحط عليها كمان كوبايتين من المية الساقعة، معلقتين من السكر او حسب الرغبة، انا ما بحبش السكر يكون كتير، سكر عادي برضو مش سكر بودر. ببدأ ان انا اخلط الكريمة كويس لحد ما حجمها يزيد وتتقل. بعد ما خلصت الكريمة اخر حاجة بحط عليها لون، انا هنا مستخدمة لون بينك. حطيت كده كام نقطة وضربت لحد ما وصلت لدرجة اللون اللي انا عايزاها. حطيت الاول شوية كده وضربت، حسيت اللون فاتح فزودت شوية كمان. وبعد كده سبت الكريمة في التلاجة شوية، وسبت الكيكة زي ما قلتلكوا تبرد تقريبا حوالي ساعة. بعد كده بقى بدأت ان انا اقسمها واحشيها وازينها. هنا خلاص الكيكة كانت بردت كويس. هبدأ بقى ان انا اقسمها كده، ممكن تقسميها على 4 وممكن تقسميها على 3. انا قسمتها على 3.
بحط ايدي كده عليها من النص عشان احس بالسكينة تحت ايدي، احاول ان انا اطلعها متساوية على قد ما اقدر. ده طبعا لان انا ما عنديش المنشار بتاع التورته، لو انتي عندك هيسهل عليكي كتير. جهزت كده الثلاث طبقات، وطلعت الكريمة من التلاجة، كانت سقعت شوية، اخدت منها جزء حطيته في كيس الحلواني، وده اللي انا هحشي بيه التورته من النص. هنا انا مختاره الشكل الساده ده في كيس الحلواني، مش هتفرق اي شكل، احنا بس ايه عشان نوزع الكريمه مظبوط. حطيت نقطه من الكريمه على القاعده بتاعه التورته عشان تثبتها لي، وحطيت الطبقه الاولى، وبدات ان انا اسقيها بسيرب خفيف، ما تكتريش علشان ما تبقاش مبلوله زياده عن اللازم، يعني معقول كده. وحطيت طبقه من الكريمه، بسويها كده بالسباتولا، وبعد كده بتحطي بقى اي حشو انتي حباه. انا حطيت على الطبقة الاولى دي شوكولاتة نوتيلا او بديل النوتيلا، وحطيت كريسبي ابيض، وحطيت بندق. طبعا الحشوات دي ممكن تستغني عنها خالص، او ممكن تنوعي فيها زي ما انتي عايزة، بس بصراحة يعني بتدي التورتة طعم، بتنقلها في حتة تانية خالص. بما ان التورتة كمان الشكل ده مفيهوش اي حاجة غير الكيكة الاسفنجية والكريمة، فمحتاجين حاجات تخلي الطعم غني كده وتدي طعم حلو. بما ان هي يعني ما فيهاش فاكهه او فيها جناش شوكولاته او فيها تزيين من فوق، فنزود بقى في الحشوات من جوه. بعد كده بحط الطبقه التانية من التورته، وبكرر نفس اللي انا عملته، بسقيها برضو بالسيرب، وبعد كده بحط طبقه من الكريمه، والطبقه التانية دي انا حشيتها بصوص اللوتس وبرضو الكريسبي والبندق. بحط بقى اخر طبقة من الكيكة، بسقيها كده على ايدي وبحطها من فوق، وانا دايما بفضل اخر طبقة من فوق هي اللي بتكون وقت التسوية بتكون اخر حاجة في الصينية، لان هي اكتر قطعة بتكون متساوية. عندي بقى بقية الكريمة اللي انا هغطي بيها التورتة من فوق، باخدها بقلبها كويس جدا بالسباتولا علشان اخرج منها اي فراغات، عشان لما اجي اجلس بيها التورتة تكون متساوية. كل ما تضربيها بالمعلقة او بالسباتولا اكتر، كل ما في الاخر هتكون ناعمة معاكي على التورتة من بره. حطيتها بقى برضو في كيس الحلواني علشان اوزعها كده مظبوط، وبدأت ان انا اوزعها الاول بشكل عشوائي، اغطي كل التورتة وبعد كده هنسويها بقى. بعد كده جبت بقى القطعة دي، تقريبا اسمها سكلابر بس مش متأكدة. بدأت ان انا اساوي الكريمة بالشكل ده،
واي كريمة بتطلع زيادة بحطها تاني في البولة بتاعة الكريمة. احنا الاول بنحط كمية كريمة كبيرة قوي، بعد كده بنبدأ ان احنا نسويها ونشيل الزيادة. لو في اي فراغات برجع تاني ازود عليها كريمة. انا ما وقفتش الفيديو خالص طول ما انا بغطي التورته بالكريمه، عشان كنت عايزاكم تشوفوا معايا الخطوات بالظبط وكل حاجه بعملها. بعد كده بقى جبت منديل ونضفت القاعده بتاعه التورته من تحت من اي كريمه جت عليها. بمعلقه بقى او بالسباتولا دي او باي حاجه عندك، عملت كده خطوط عشوائيه بالشكل ده في الجناب، ومن فوق جبت معلقه صغيره ومشيتها كده وانا بلف القاعده بتاعه التورته عشان تديني الشكل ده من فوق. شايفين الموضوع سهل جدا وبسيط. بعد كده بقى جبت الفراشات دي، حطيت بس التورته شويه في التلاجة علشان الكريمه تمسك. على بال ما اجهز الفراشات دي بتتباع كده الورقه على بعضها ب37 جنيه في محل خامات الحلويات. في منها اشكال كتيره جدا، تقدري تختاري الشكل اللي انتي عايزاه. فرغتهم كده من الكارت اللي بيجوا عليه، وهم كمان بيجي معاهم العصيان دي اللي هي المعدن، عشان لو حابه انك انتي توقفي الفراشات على التورته. هوريكي ازاي دلوقتي. تاخدي كده قطعة من اللزق ده برضو بيجي معاها، وبناخد بقى واحدة من دول بنحط فيها اللزق كده ونحطها على الفراشة من ورا، علشان لو انتي عايزة توقفيهم كده في التورتة. وتانية الفراشة كده شوية على قدام عشان يكون شكلها احلى. انا تقريبا الاول عملت منهم 2 أو 3 وقلت احط بقية الفراشات على التورتة من غير العصيان المعدن دي، بس بعد كده شلتهم وحسيت ان شكلهم من غيرها احلى. جبت بقى التورته من التلاجة وبدأت ان انا اوزع الفراشات كده بشكل عشوائي، اخد بالي بس من بعيد علشان ما بوظش شكل الكريمه. حطيت كده الاول دول، بعد كده حسيت ان الفراشات لوحدها من غير ما احطها على على العصيان اللي جايه معاها دي شكلها احلى، فرجعت شلتهم تاني. وانتوا برضو قولولي رأيكم، يعني قولولي الاول كان احلى ولا كده احلى. جبت بقى عندي كريسبي ابيض وكريسبي ذهبي. الكريسبي الابيض عملت بيه صفوف كده ورا بعض في اماكن برضو مختلفة من فوق ومن الجناب. الكريسبي الذهبي بقى وزعته كده بشكل عشوائي، كنت بحدفه من بعيد علشان صوابعي ما تعلمش في الكريمة.
وبس كده. ايه رأيكم بقى في التورته الرقيقة دي؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف بتاعة الكيكة الاسفنجية. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.